قناتكم قناة السلام الإعلامية. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، لقاءنا اليوم عن أمر مهم جدا، أمر يتعلق بمرحلة من مراحل حياة الإنسان. الموضوع في جزئية حقيقة اتباع الجنائز، والجنائز من الحقوق التي أقرتها الشريعة، حق المسلم على أخيه، وهو فيه من أداء الواجب وفيه من التذكير وفيه أيضا من القيام تجاه هذه الجنازة أو هذه الروح التي فقدت. في لقائنا هذا قبل أن ندخل في الجنائز لعلنا أن نقف وقفة مع هذا الأمر العظيم، ألا وهو الموت الذي ينتج منه اتباع الجنائز. فضيلة الشيخ، لعل أن تكون هنالك وقفة تذكيرية ما هو هذا الموت، وكيف الإنسان يعطيه حقه وقدره، وكيف ممكن نقول يستعد له، ثم نأتي إن شاء الله تباعا للحقوق وللآداب التي تتعلق بهذا الموضوع المهم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك قضية الموت هي من القضايا التي لا تقبل الجدل ولا تقبل الاختلاف، فالبشرية كلها تتفق على حقيقة الموت، وعلى أن هذا الإنسان بعد فترة من العمر يقضيها في هذه الحياة في هذه البسيطة، طال هذا العمر أو قصر، إلا أن المآل والمنتهى الذي يقره الجميع هو أن هنالك لحظة من اللحظات يحكم فيها بالفناء على هذا الجسد وبالموت على هذا الجسد وبالوفاة لهذا الجسد. قد يختلف أو تختلف البشرية ما بعد ذلك، ما بعد الموت يمكن أن يختلف الناس في طبيعة تفسيرها، هل هنالك يوم آخر، هل هنالك قيامة أو ليست هنالك قيامة، ولكن لا يختلفون حول أن هنالك موت، لأنها حقيقة ماثلة يراها الجميع ويعيشها الجميع، ويعيشها الإنسان في الآخرين، ويعيشها بطبيعة الحال أيضا في نفسه في لحظة من اللحظات. والموت هو قاهر اللذات وهازمها. كل اللذات التي تستلذ بها النفس البشرية مع لحظة الموت سبحان الله تتلاشى كلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في التعبير القرآني عندما قال كل نفس ذائقة الموت، ما قال كل روح ولا قال كل بدن ولا قال كل إنسان، ولكن عبر عن النفس المنفوسة، هذه النفس. والنفس تحمل في دواخلها أشياء مادية وتحمل أشياء غير مادية، وكأنما الله سبحانه وتعالى يقول بأن الموت يطال كل شيء، يطال كل ما تعلقت به النفس، سواء كان تعلقت بالروح فالروح تفارق هذا الجسد، تعلقت بالشهوات، تعلقت بالماديات، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى تعلقت به هذه النفس فإن الموت يطاله. تموت الطموحات وتموت الأحلام وتموت الآمال، تموت أشياء كثيرة جدا يمكن للإنسان، وتموت الخطط والبرامج التي كان يرتئيها إنسان في فترة. كل ذلك بطبيعة الحال لحظة الموت، ولكن في حقيقتها هي مفارقة الروح، صح التعبير، مفارقة الروح أو مفارقة النفس للجسد، مفارقة هذه النفس وهذه الروح للجسد الآدمي. إذا قلنا بأن هذا الإنسان يتركب من شيء مزدوج وليس شيئا واحدا، فيبقى البدن هنا على الأرض وتبقى الروح تعود إلى سماواتها، لأن تركيبة الإنسان هكذا، تركيبة الطين تبقى في الأرض وتركيبة الروح تصعد إلى السماوات، محمولة بطبيعة الحال. روح المؤمن محمولة بالملائكة الذين عندما تخرج هذه الروح يخرجونها بعبارة: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، وتبشر وترى ما هو خير
إن كانت من أهل الخير، وتنذر كذلك وتحذر ويساء وضعها لحظة خروجها إذا كانت نفس شريرة والعياذ بالله. فنفس المؤمن تخرج بسهولة، ونفس الكافر تنتزع انتزاعا، ونفس المؤمن أو روح المؤمن بعد ذلك تفتح لها أبواب السماء، وروح الكافر والعياذ بالله لا تفتح لهم أبواب السماء. كل ذلك ما بعد هذه اللحظة التي تخرج فيها النفس أو تخرج فيها الروح من هذا الجسد. نعبر عنه أحيانا بالموت، ونعبر عنه أحيانا بالوفاة. ولكن إذا أردنا أن ندقق مثلا في المصطلح ستلاحظ أن الوفاة هي واحدة من صورها الموت، لكن من صورها كذلك النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقال للنوم وفاة، ويقال للموت أيضا وفاة. والسبب في ذلك أن كلا الأمرين يحصل فيه غيبة الوعي. الموت يغيب فيه الوعي، وكذلك النوم يغيب فيه الوعي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما رفع عيسى عليه السلام ما قال له لما أمتك، ولكن قال له لما توفيتني، عبر بتوفيتني. فعيسى عليه السلام رفع مع غيبة الوعي، لأن الله سبحانه وتعالى لحظة رفعه إلى السماء حصلت له غيبة الوعي، لكنه حي ولم يمت. ولذلك يخطئ طبعا من يتصور بأن الوفاة هنا لعيسى عليه السلام تعني الموت. لا تعني الموت، أن القرآن الكريم عبر عن النوم بالوفاة، أو غيبة الوعي عبر عنها كذلك بالوفاة. وبالتالي هي تقريبا هذه هي الخلاصة، وهي محكومة على الكل. كل نفس منفوسة إلا وهي ميتة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه باختصار موضوع الموت. ولذلك هذه الحقيقة الكبرى المسلم طبعا ينظر إليها من زاوية، والكافر ينظر إليها من زاوية أخرى. الكافر ينظر إليها بأنها نهاية المطاف، وبأنها نهاية الحال عنده خلاص، يعني بعد أن خصوصا الذين ينكرون البعث بعد الموت أو ينكرون وجود يوم آخر يبعثون إليه، هؤلاء وضعهم مختلف تماما عن وضع أهل الإيمان. وضع أهل الإيمان يرون بأن هذه اللحظة التي تفارق فيها الروح هنالك محطة برزخية، هي الحياة البرزخية، حياة القبور، ويدخل الإنسان فيها بطريقة معينة اللي هي موضوع القبر وما يحدث فيه من روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هكذا ينظر الإنسان. ثم ما بعد ذلك تأتي قضية البعث والنشور إلى يوم القيامة. الكافر كل ذلك طبعا عنده مشكلة، أو خلينا نقول الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بوجود الآخرة يرون هذه محطة نهائية، وبالتالي لا يولونها ذاك الاهتمام المطلوب يعني. أما المؤمن فإنه ينظر إلى الموت كواحدة من المحطات، وبالتالي يتعظ منها ويستذكر بها، وعند استحضاره للموت فإنه تتلاشى عنده كثير من الملذات التي يتطلع إليها. وعندما يحصل وفاة من الوفيات أيضا يستحضر الإنسان ما فيه من غفلة، وربما كان بالنسبة له نقطة تحول على كل من مجرد موت فرد من الأفراد يحدث ذلك عنده ذكرى وتحول. وبالتالي هي محطة عظيمة جدا لا بد من الإنسان أن يستحضرها وأن يستزيد من ذكرياته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور حسن على هذا الحديث عن الموت. ولا شك أنه مصيبة كما قال عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت، وما يكون فيه من حقيقة يعني العظات وما يكون فيه من العبر. ونحن نتحدث فضيلة الشيخ عن اتباع الجنائز كعنوان لعلنا أن ندخل في يعني موضوعنا من ناحية المدلول لهذا، ومن ناحية أيضا بارك الله فيكم الحكم الشرعي لهذا الاتباع، بيانه أيضا كحكم، لعلكم أن توضحوا لنا هذه الأمور حفظكم الله. طبعا بالنسبة للجنازة تطلق على الميت بعد موته، وتطلق على السرير الذي يحمل عليه. كل هذا يسمى جنازة. والجنازة عموما تبدأ من لحظة الاحتضار. لحظة احتضار الإنسان تبدأ عملية الجنازة. وهنالك أحكام في الاحتضار، وهو كيف أن الإنسان عندما يمر ببدايات
خروج الروح من هذا الجسد، هنالك بعض الأحكام المتعلقة بها لا بد الإنسان أن ينتبه إليها قبل قضية اتباع الجنائز. نعم. لأن محطة الاحتضار محطة من المحطات، محطة الغسل محطة من المحطات، محطة الصلاة على الميت محطة من المحطات، ما بعد الصلاة عليه اتباعه والذهاب معه إلى القبر. نعم. وربما هذه هي الجزئية التي يعني نطلق عليها اتباع الجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه المتابعة أو هذا الاتباع للجنازة والذهاب معه إلى حيث يدفن هو واحد من الحقوق الأساسية، وإذا يعني مات فاتبع جنازته. نعم. أما بالنسبة للحظة الاحتضار فإن الأحكام المتعلقة بها غالبا هي أحكام التطمين، أحكام إعطاء الشخص الثقة بالله تبارك وتعالى في أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، رب رحيم غفور ودود. فيذكر الإنسان في هذا الموطن دائما بالرجاء ولا يخوف في هذا الموطن تحديدا. يعني يقال بأن فكرة الخوف والرجاء في حالة الصحة والعافية الإنسان يخوف، وفي حالة الضعف والإقبال على الله سبحانه وتعالى الإنسان يرغب. نعم. فيكون يعيش الإنسان ما بين الخوف والرجاء. جميل. فهذا موطن. ثم أيضا يلقن أو يقال أمامه شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا لا حرج على كل أن يتلى عليه بعض الآيات أو يسمع القرآن الكريم، هذا كله دون أن ينسب ذلك طبعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفعل حتى يعني بعض الناس أحيانا حتى بعض الموتى يطلبها، يقول لك اتلو علي القرآن فتسمعه. على كل هذا أيضا من الأشياء اللي ممكن تكون إن شاء الله، ولكن يحرص أيضا أن يقال أمامه مثلا لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه إذا استطاع إن شاء الله أن ينطق بها. فهذه لحظة الاحتضار. ثم تأتي بعد ذلك لحظة الغسل، غسل الميت، والذي يقوم بالغسل يجب أن يكون أمينا وألا يكون ممن يخرج ما يراه من أشياء، ويجب أيضا كذلك أن يسرع في الغسل أيضا ولا يحصل فيه تأخير، وأن يكون الرجل مثلا يغسل مرتين أو إلى 5 مرات والمرأة تغسل من 5 إلى أكثر. فكل ذلك من سنن على كل موضوع الغسل. ثم بعد ذلك عملية التكفين أيضا داخلة، فيكفن الإنسان ثم أو بعد الاحتضار مباشرة تحصل عملية ربط الفك على حتى لا يكون، وتغميض العينين كذلك، ثم عملية الغسل، ثم عملية التكفين والتطيب، ثم حمله بعد ذلك إلى أن يصلى عليه. الصلاة معروفة طبعا، صلاة الجنائز هي 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى تكون فيها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة هي الدعوة للميت بما كتب الله سبحانه للإنسان وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الرابعة يسلم فيها الإنسان. تأتي بعد ذلك طبعا بعض الناس يقف عند هنا، يقف عند هذه الحالة، ولكن المطلوب ما هو أبعد من ذلك. وكل ذلك لاحظ كل ذلك هو فروض كفايات، يعني الغسل فرض كفاية بالنسبة أن يقوم به الناس. نعم. يعني إذا قام به شخصين خلاص نابوا عن بقية الناس. الصلاة على الميت أيضا من فروض الكفايات. الذهاب بعد ذلك مع هذا الميت إلى المقبرة أيضا من فروض فروض الكفاية. ولذلك تلاحظ بعض الناس مثلا يكون حريص أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف، وبعض الناس يكون حريصا على الذهاب معه، وهذا أكمل. نعم. أكمل. ثم الذهاب نفسه، من الناس من يصل إلى المقبرة ثم ينصرف، ومن الناس من ينتظر حتى يدفن، وهذا أكمل. يعني هذه كلها تقريبا يدخل معنا في اتباع الجنازة. يعني من وصل معه إلى المقبرة فقد اتبعه. ولكن الأكمل أن الإنسان بعد أن يصل أيضا ينتظر ويصبر حتى يدفن، ثم يدعو لهذا الميت بعد دفنه. هذا كله مما يدخل معنا في موضوع اتباع الجنائز الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعد أيضا واحد من حقوق المسلم على المسلم. بارك الله فيكم على يعني هذا التفصيل يعني حقيقة الهام في مراحل حقيقة الوصول إلى الاتباع، وما أسلفتم فيه من يعني الكلام عن يعني الغسل والاحتضار وغيرها من المسائل. حقيقة فضيلة الشيخ يعني هذا الاتباع ورد فيه يعني فضل عظيم. يعني الناس قد يعني حقيقة أحيانا
يعني تفوتهم أجور عظيمة لدرجة أنه يعني قيل قيراط لمن كذا وقيراطين. يعني هذا الأجر، استشعار هذا الأجر وهذا المكسب العظيم بمقدار القيراط. لعلنا نتعرف ما هو القيراط ولمن يكون هذا القيراط، بارك الله فيكم، حتى نعطي للمشاهدين يعني أهمية الحقيقة العناية بهذا الحدث الذي يعني فيه ما فيه من الدلالات، التذكير وكسب الحسنات بهذا الباب. بارك الله فيكم. وسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على موضوع الجنائز وعلى أن هذه من الحقوق. نعم. حق المسلم على المسلم بعد موته، وفيه كذلك حقوق للأحياء اللي هم أقرباء الميت. يعني القضية فيها أكثر من بعد، فيها بعد التكافل المجتمعي كذلك، وهو أن المجتمع يقف مع بعضه البعض في الحياة الدنيا وما بعد أيضا هذه الحياة. نعم. ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم موضوع اتباع الجنائز بموضوع الأجر العظيم، هذا الأجر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيراط. نعم. ولعل إن لم تخن ذاكرة القيراط كأنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم، كأنه يوازي جبل أحد أو هكذا يعني. فالقيراط أمر عظيم جدا من الأجر. دل ذلك على أن متابعة الجنائز والصلاة على الميت والذهاب معه على الإنسان المسلم أن لا يفرط فيه. يعني بعض الناس تعجب سبحان الله، تكون الصلاة الناس خلاص واقفين للصلاة ويستكثر إنه والله الإمام سيتكلم 5 دقائق أو كذا وينصرف. هذا طبعا تفوت عليه للأسف الشديد هذه الأجور. ولذلك لاحظنا كيف أن الصديق رضي الله عنه أبو بكر لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صام، من أصبح فيكم اليوم صائما، فيقول أبو بكر أنا. من عاد فيكم اليوم مريضا، فيقول أبو بكر أنا. من تبع فيكم اليوم جنازة، فيقول أبو بكر أنا. من تصدق منكم صدقة، فيقول أبو بكر أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. لاحظ أشياء هي بسيطة جدا، وقد تتاح لأي واحد منا في يوم، يعني في اليوم والليلة يمكن تتاح له، ولكن بعض الناس لا يلتفت إلى هذا. فمثلا شخص ما شاء الله عاد مريض ووجد جنازة ثم أتبعها مثلا بصدقة وقد يكون صائما، سبحان الله. فهذه بلا شك أجرها سيكون عظيم وأجر كبير جدا. ولذلك التذكير بهذا المعنى ومناصحة الناس بهذا المعنى، خاصة لحظة الموت. بعض الناس ربما يكون غافل حتى عن هذا الأجر، فضروري جدا من تنبيه الإنسان والدال على الخير كفاعله. نعم. بارك الله فيكم. لعله ورد لمن سل قيراط ولمن اتبع قيراطين، هذا لا شك يعني كما نعم. ذكرتم. يعني حقيقة أمر حري بالمؤمن أن يتحراه عن حقيقة. وقد كنا نشاهد أن المساجد التي حقيقة فيها يعني في السعودية وكذا، وحتى هنا المساجد التي هي مظنة إقامة يعني الجنائز، الإنسان يحرص أن يذهب إليها، يجعلها في ترتيبات صلاته، ولا يعني. وهذا من حرص حتى كثير من العلماء وطلبة العلم كانوا يتكاثرون في المساجد التي هي محددة لهذا الجانب. فضيلة الشيخ، حقيقة هذا المقام، مقام الجنازة، من يعني هيبته حتى أظن جاء أنه الإنسان يعني يقوم للجنازة، ما يكون الإنسان في حالة كده يعني إن كان جالس يقوم. يعني على ماذا يوحي هذا أمر القيام؟ بارك الله فيكم. هو طبعا عظمة المقام. نعم. عظمة المقام، وأن هذا المقام سنمر به جميعا. سبحان الله. وفيه إشارة إلى الآخرة، وفيه إشارة إلى نزع الأنفس، وفيه إشارة إلى الحساب، وفي كل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فقام لها، فقيل له يهودي، قال أليست نفسا؟ يا سلام. لاحظ، أليست نفسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم المقام بغض النظر الشخص مسلم أو غير مسلم، لكنه عظم مقام الموت. وللأسف الشديد سبحان الله، خلينا نقول اليوم الذي يتابع مثلا الوسائط الاجتماعية، كثير من سفهاء الأحلام وقليل الفقه تجد يتخذون من الموت مساحة للتندر، مساحة للإساءة، مساحة للتبديع والتفسيق، وكأنما والعياذ بالله صاروا رقباء وحفظ على عباد الله. هذه من الإشكالات الكبيرة جدا التي للأسف الشديد يقع فيها من قل فقهه وقل علمه. مقام الموت يجعلك ابتداء أنت تتهيب هذا الموقف، وتدرك أن هذا المقام هو مقام الإقبال على الله.
وتدرك كذلك أن هذا المقام صحيح، أنت لا تتألى فيه على الله ولا تشهد إلا بما شهد الله له. فالله تبارك وتعالى شهد لعموم الكفار بالنار وشهد لعموم المسلمين والمؤمنين مثلا بالجنة، ولكن لا تستطيع أن تتحكم أنت في الأفراد، لا تستطيع أن تقول فلان في الجنة وفلان إيه، فلان في النار. للأسف الشديد هذه واحدة من البلاوي الآن الكثيرة جدا، وخصوصا نتيجة الاختلافات المذهبية والاختلافات الحركية واختلافات الطرقية. أحيانا تجد بعض الناس وكأنما جماعته فقط هي التي تحتكر جنة الله سبحانه وتعالى وتحتكر رحمته وتحتكر مغفرته، فتجد مثلا لا يترحم، وبل والأسف الشديد أحيانا كلما مات حتى عالم من العلماء تسمع عبارة مستراح منه، بس لمجرد أنه يختلف معه بينما النبي صلى الله عليه وسلم عبارة مستراح منه ما قالها لشخص بعينه. وهنا تجد هؤلاء يتناقضون حتى مع منهجهم الذي يتبنون. يقول لك والله يا أخي نحن لا نكفر الأعيان، لا نكفر الأعيان، نكفر الأعمال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلام عام مستريح أو مستراح منه، أي ميت هو كذا، هذا حكم عام. أي ميت إن كان من أهل الخير فهو مستريح، وإن كان من أهل الشر فهو مستراح منه، هذا بشكل عام. لكن لا تملك أنت الصك الذي إلا إذا كان هنالك والله فعلا شخص عاد الله ورسوله جهارا، كفر بالله تبارك وتعالى جهارا، حارب الله ودعوته جهارا، حارب الأنبياء جهارا، كان من أهل الفسق والمجون والفواحش جهارا، فهذا يشهد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله إيه؟ شهداء الله في الأرض. فالذي يشهد له أهل الإسلام بالخير فهذا من أهل الخير، والذي يشهد له أو يشهد له أهل الإسلام بغير ذلك فله ذات الحكم. وغالبا أهل الإسلام لا يتواطؤون على شيء فيه إشكال يعني. فعلى كل هذه من القضايا المهم جدا لا بد من أن ننتبه لها، أن مقام الموت هو مقام تهيب، مقام عظمة، مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مقام أن الإنسان يستفيد من هذا الموطن لنفسه وليس أن يحاكم الآخرين، ويستذكر بأنه سيقدم على هذه الأمر متى مش معروف، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنوات، لكن في النهاية هذا هو إيه؟ وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فأنت في النهاية ستصل إلى هذه النقطة، فينبغي أن يكون هذا هو الموطن الذي يجب أن تستحضر فيه هذا الأمر. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم في هذا المقام لا يكثرون الكلام ولا يكثرون اللقط ولا يكثرون الحديث ولا يكثرون الحديث في الدنيا، إنما هم في هذا الموطن يكثرون من الدعاء للميت، وأن الله أن يرحمه الله وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وكذا. يشغل الإنسان نفسه بهذا الموضوع، لأن المقام كما ذكرت كفى بالموت واعظا. نعم، أحسنتم. حقيقة النقطة التي كنا نريد أن نثيرها، يعني الإنسان هذا الوقت الذي يعني يقضيه مع الجنازة، سواء يعني في المصلى وسواء أيضا في الطريق إلى المقبرة، وكذلك عند التجهيز للدفن في المقبرة، يعني هذا أيضا في أوقات حقيقة يعني فيها هوامش. فالإنسان هذه الأوقات يعني مع الأسف في بعض، حتى في المقبرة ذاتها والمقام، يعني مقام تذكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها كذا تذكركم. يعني حقيقة يلاحظ يعني حقيقة الجوالات يعني ربما يصير الكلام فيها، أو الأحاديث ربما أحاديث الدنيا بين الناس، في هذا الشكل لعلكم تذكرون حقيقة جموع المسلمين بالالتفات إلى يعني حقيقة يعني إلى ما نحن فيه من أمر التذكير وأمر الرجوع إلى النفس واستشعار هذا المقام، يعني مقام الموت ومقام الجنازة. بارك الله فيكم. هو من آثار والعياذ بالله من آثار الغفلة والمعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى أن لا يستذكر الإنسان بالموت، أو لا يتعظ بالموت، ولا ينظر إلى أن الموت هي لحظة فارقة، لحظة يجب أن يقف عندها. فإذا كان والله الموت لا يذكرك، وكتاب الله لا يذكرك، والنصح والإرشاد لا يذكرك، فمتى تتذكر؟ هذه الإشكالية الكبيرة حقيقة. لا بد من أن الناس يعني قسوة القلوب، يعني الذي نراه للأسف الشديد شكل من أشكال التعبير عن قسوة القلوب. إذا قست القلوب مشكلة. كان الموت في لحظة من اللحظات عند السلف رضوان الله عليهم مجرد أن يتم الحديث عن الموت فإذا بهم يدخلون في شيء آخر.
الحديث عن الموت، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، كانوا يبكون يعني. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي، فكان يقول القبر هو أول المحطات، إما أنه روضة من رياض الجنة، وإما أنه حفرة من حفر النار. فالإنسان حقيقة في هذا الموطن إذا ما استطاع أن يستحضر عظمة الله، وما استطاع أن يستحضر ما وراء الموت، وما استحضر السؤال، وما استحضر ضمة القبر، وما استحضر سؤال القبر، وما استحضر هذه، متى سيتذكرها؟ يعني هل سيتذكرها عندما يكون في تجارته، في أسواقه، في وظيفته؟ بطبيعة الحال لا يتذكر. ولذلك كان من الهدي النبوي أن يقول للناس ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حتى لو لم يكن هنالك موت، فالإنسان بين فترة وأخرى عليه الذهاب إلى المقابر ليقف هناك ويستحضر هذه المعاني التي نتكلم عنها، وينظر إلى هؤلاء الناس الذين أخذوا سنوات طويلة جدا في هذه القبور، وما هي أحوالهم، وما هو شأنهم، وأن يدعو لهم كذلك، لأنه سبحان الله كلما دعا لهؤلاء الموتى كلما نال أيضا من الأجر والثواب بقدر دعائه. وكان الصحابة يكثرون من المعاني، مثل أن يقول الإنسان ربنا اغفر لنا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فلاحظ هذه الدعوة التي تشمل الموتى إلى لحظة آدم عليه السلام، فأنت لاحظ حجم هذا الدعاء وما تناله أنت من هذا الدعاء. أما أولئك الذين للأسف الشديد يعني يذهبون إلى المقابر وتشغلهم التلفونات أو يشغلهم الحديث التجاري، أو بعض الناس سبحان الله تجدهم يتضاحكون، والموطن ليس موطن ضحك، يعني تجد يضحك ويثرثر ويرفع صوته حتى بالضحك القهقهة حتى الإنسان يعجب، وربما كان ذلك موطن ألم بالنسبة لأهل الميت، إنه هذا الشخص لم يعش معاناتهم ولم يشعر بأحوالهم. فكل ذلك على كل لا بد من مراعاته في حالة الموت. أيضا التذكير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حديث يعني حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الموت هو في المقابر. نكت النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم بدأ حدثهم عن حديث الموت، كيف تصعد إلى السماوات، وكيف يكون حال الميت، وما هو السؤال الذي سيكون في هذا القبر، كلها علمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فالإنسان الذي يكون في المقابر ولا يستفيد من ذلك أيضا المقابر فيها أعمال، يعني إذا كان والله وصلت إلى المقبرة والقبر غير محفور فلا بد أن تساعد الناس في حفر القبر، وإذا كان والله القبر محفور لا بد أن تساعد الناس في دفن الميت، وأن تكون يدك مع يدهم. هذه كلها من الأشياء المهمة جدا الإنسان أن يستحضرها. ثم بعد أن يكتمل الدفن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اسألوا الله لصاحبكم الثبات، فإنه الآن يسأل، وإذا توفي أو إذا دفن الإنسان فإنه يسمع قرع نعال أهله ونعال أصحابه. كل هذا من الأشياء التي لا بد الإنسان أن يكون مستحضر لها ومراعي لأحكامها قدر الإمكان. بارك الله فيكم. الحقيقة هناك جزئية ربما في تسلسل الحديث فات علينا أن نسأل منها، وهي قضية المشي للجنازة، يعني أثناء وهي السار، يعني كيف يكون هي موطن الجنازة، أين من موطن من يمشون، وكذلك المركوب إذا كان نوع مركوب هناك. ويعني هذه المسألة أيضا ربما قد بعض الناس يعني فقهيا لو جليناها يكون طيب. وعلى كل من كمال الاتباع، أو العبارة أن تتبع جنازته، الاتباع هو أن تكون خلفه لا قبله. نعم. وأن تكون أيضا قدر الإمكان أن تساعد في حمل الجنازة إذا كانت أيضا محمولة على الأكتاف، وهذا أيضا مما يتدافع إليه الناس جزاهم الله خير، يعني يتدافعون يتسابقون في حمل الجنازة. ولكن الأصل أن اتباع الجنازة أن يكون الإنسان من ورائها، وأن يتبعها، وأن تكون هي في المقدمة. لكن إذا كان هنالك مثلا من الناس من يريد أن يسبق إلى المقبرة حتى يساهم في الحفر وحتى يجد يعني يمهد، فهذا لا حرج فيه، ولكن في لحظة ذهاب الجنازة الأصل أن يكون من ورائها وليس من أمامها، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني برضو موضوع النية لو استحضرناه أو تحدثنا عنه، يعني بعض الناس الظهور هذا عبادة ظاهرة طبعا، فالإنسان أين يدع النية في مثل هذه الأعمال، ويعني يكون مسابقا وحاضرا وشاهدا،
والبعض قد يأتيه وسواس ربما يعني عندما يعني يتسابق للحمل، وعندما يبادر لهذه الأفعال الطيبة المشروعة، مكانة النية في مثل هذه الطاعات بارك الله فيكم. هو على كل موضوع النية، كل ما كان الفعل أقرب إلى التعبد النية فيه مطلوبة. نعم. يعني مثلا صلاة الجنازة النية فيها مطلوبة. لكن كل ما كان الفعل أقرب إلى العادة، إلى العوائد منه أو إلى المعاملات، لا حرج أن لا ينوي. لكن إذا نوى يكون الأجر أعظم. يعني مثلا شخص ذهب ليزور مريضا، استحضر أو لم يستحضر، فهي الفعل من حيث هو مأجور عليه، أن هنا أنت لست في ساحة ساحة تعبد محض. اتباعك للجنازة، صحيح الصلاة أنت مطالب بأنه والله لا بد أن تكون النية حاضرة وأنت تنوي صلاة الجنازة، لكن موضوع اتباع الجنازة من حيث اتباع الجنازة فهو فعل ليس تعبديا محضا، يعني هي فيه جانب المعاملات. فعلى كل ما كان الفعل أقرب إلى المعاملات المطلوب فيه أداء الفعل، وبمجرد أن أديت الفعل إن شاء الله لك بعد ذلك الأجر. لكن بطبيعة الحال من استحضر النية ليس كمن لم يستحضر النية، حتى لو ثبت لهذا أجر الفعل، لكن الثاني سيثبت له أجر النية والإخلاص ومعها أجر الفعل، لأن أي فعل فيه نية وفيه فيه فعل. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا الفعل التعبد المحض مطلوب فيه التعبد. أيضا تحويل الأفعال العادية ذات الطابع المباح لتحولها إلى عبادات أيضا مطلوب فيها مطلوب فيها النية. لكن بشكل عام في كثير من الأشياء أنت مثلا الآن تنفق على أبنائك وتعطيهم الأجر ماشي، بغض النظر أنت استحضرت هذه النية أو لم تستحضر. قيامك بما أوجب الله عليك من المعاملات ومن الحقوق، فهذا يدخل معنا في الأجر والثواب. ولكن يزداد الإنسان ثوابا ويزداد إخلاصا كلما استحضر نية التعبد لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة أيضا من الأمور التي يعني نحب أن يعني نتناولها، يعني بعض المخالفات التي يعني مثلا تطرأ في موضوع الاتباع مثلا، أو حتى في المقبرة يعني. فأشرتم بارك الله فيكم إلى موضوع التذكير والتذكرة والموعظة، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قام بها. لكن هنالك بعض الأشياء المخالفة، يعني قراءة مثلا ترداد بعض السور أو بعدد معين أو كذا، يعني ما تقولون في هذا الشيء؟ نعم، هو أو بعض المخالفات خلينا نقول من لحظة الوفاة مثلا، أكثر مخالفة ربما يعني يقع فيها الناس نعم. هو موضوع النياحة والبكاء والعويل. نعم. هذا طبعا للأسف الشديد يقع فيه خاصة النساء. أكثر الناس ربما وقع في هذا الموضوع، يقعن في هذا ويأثمن حقيقة على هذا الفعل، ويخالفنا منطق الصبر الذي أمر الله تبارك وتعالى به: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر بطبيعة الحال عند الصدمة الأولى. فهذه وهذا لا يعني عدم التأثر. طبيعي جدا أن الإنسان يتأثر، وطبيعي أن الإنسان قد يبكي وقد يخرج الدموع، ولكن كل ذلك دون أن يكون لسانه يخرج منه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أو يكون جزعا أو يصيح صياحا أو إلى ما يدخل في النياحة. هذا أول ممنوع بطبيعة الحال، ولا بد من أن ننبه إليه. النقطة الثانية أيضا من المخالفات التي يقع فيها الناس التأخير في الإسراع بالجنائز. يعني يفترض مجرد أن حصلت الوفاة الإنسان يسارع كذلك بالجنازة إلى مكانها، فتأخيرها لا يصح. بعض الناس يؤخرون الجنائز حتى يأتي فلان من السفر وحتى كذا، فهذه برضو إشكالية على كل من المخالفات التي ربما يقع فيها الناس. نعم. كذلك القيام ببعض الأشياء التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفضلت. يعني مثلا أثناء الناس جالسة على القبر وهي تحفر مثلا، نلاحظ بعض المناطق يكون فيها
تلاوة القرآن الكريم، هذا لم يثبت على كل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثابت هو أن تذكر الناس الأحياء تذكرهم، وبالنسبة للميت أن يكون هنالك الدعاء لهذا الميت. فهذه من الأشياء التي لا بد من الالتفات إليها يعني عموما في هذا الجانب. بعد ذلك طبعا تأتي قضية إنه التعزية. التعزية طبعا لا مكان مخصوص بعينه ولا زمان، ولا هي متى ما وجدت أنت أهل الميت فإنك تعزيهم وتصبرهم، يعني بدءا من المقبرة أحيانا من المقبرة وخلاص يعني تعزي وتنصرف، لا يحتاج إلى دون هنا طبعا دون الإشارة إلى موضوع إنه والله طبعا الحديث الذي يستند إليه البعض في النهي عن الاجتماع، وهو ليس بدرجة من القوة والصحة، في اللي يقول اللي هو كنا نعد الجلوس من النياحة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فعلى كل الاجتماع إن قصد به أن الناس والله جميعا جاءوا للتعزية وحصل اجتماع وانصراف بعد ذلك فلا حرج في ذلك، وهو متاح يعني. وخصوصا بعض الناس اليوم تقريبا يأتوا إلى العزاء مواقع ومسافات بعيدة. أيضا من الأشياء اللي مهم جدا ننبه إليها أن كثير من الناس سبحان الله لا يلتفتون إلى أن الدفن يجب أن يسبقه موضوع الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى خطورة الدين، ونبه إلى أن الإنسان معلق بدينه. للأسف الشديد كثير من الناس ربما يقعون في هذا الإشكال، إنه والله لا يبالون بقضية الديون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، وهذه قضية كبيرة يعني. لذلك لا بد أن يتحمل على الأقل بعض الأفراد موضوع الدين حتى يكون إن شاء الله ذلك تخفيفا على هذا الميت، أن يكون فيه حق من حقوق العباد ويذهب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة جدا أيضا. وهذه طبعا عموما من الأحكام المهمة جدا التي أول ما تفعل في قضية ما تركه الميت بعد تكفينه وبعد القيام بما يليه هو كشخص، أول شيء هو أن يسد دينه. دي من الأحكام المهمة جدا. فسداد دين الميت يجب أن يكون من الأشياء المتقدمة. ثم بعد ذلك وصيته إن كانت له وصية والصابية. ثم بعد ذلك الميراث، وهذا أيضا من الأحكام اللي لها علاقة عموما بقضية الموت، وإن كان هي تعقب أحيانا، لكن بعض الناس للأسف الشديد يؤخرونها أيضا، ما يؤدي إلى وجود مظالم فيها. يعني أحيانا تسمع 5 سنوات 6 سنوات، بل أحيانا يكون بعض الورثة قبل أن يأخذ نصيبه هو نفسه يموت. فهذه كلها إشكالات. فالتعجيل بمثل هذه الأمور والانتهاء منها وأن ينال كل ذي حق حقه، هذا أيضا مهم جدا في هذا الجانب، ومما يكون إن شاء الله يعني يريح الميت على الأقل في قبره، خاصة موضوع الدين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور حسن، جزاكم الله خير. حقيقة من ضمن القضايا والأسئلة التي تتكرر، وقد أشرتم إلى موضوع الإسراع بالجنازة، بحكم حقيقة في وطننا الكثير من الناس خارج الوطن، والبعض قد يوصي أو أهله يحرص على إرجاعه إلى بلاده. مسألة نقل الجثمان ليدفن يعني إلى مقر مسقط رأسه، أو هذه المسألة ما القول السليم فيها والذي يتماشى مع حقيقة النصوص الشرع؟ الإنسان أين يجب أن يدفن؟ بارك الله فيك. الثابت طبعا مما علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الصحابة رضوان الله عليهم، ما أعلم مثلا أن هنالك صحابي نقل من مكان موته إلى مكان آخر، لم يعهد هذا الموضوع. يمكن هذه من الأشياء اللي الناس بدأت تسمعها. شرف المدينة حتى ما قالوا إنه أبدا، بالعكس. فالإنسان أولا يدفن حيثما قبض، يدفن حيثما قبض. والأرض أرض الله ونحن جميعا عباد الله سبحانه وتعالى. فالنقل حقيقة متعب للناس ومكلف وفيه إشكالات. لكن في نقطة سبحان الله مهمة جدا، وهو في بعض الأحاديث الصحيحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص يحسب له، خصوصا من كانت هجرته إلى الله أو كانت هجرته في أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، فإنه يحسب له من مكان موته إلى مكان مولده. هذه المساحة كلها تحسب له في الأجر. فأنت قد لا يكون من الحكمة أو لا يكون من المصلحة الشرعية أنك تنقل الميت في هذا المكان. وطبعا هو خلينا نقول جزء كبير من الناس طبعا متأثرة بقضية الأوطان.
في السابق كان أرض الإسلام كلها أرض بالنسبة للمسلم، حيثما قبض خلاص هو في أرض الإسلام ويدفن في أرض الإسلام. من يعني دفن في جزيرة العرب أو خارج جزيرة العرب ما كانت الناس تشغل. لكن اليوم صارت الفكرة الوطنية لسيادتها وسيطرتها على الناس، يقول لك والله أنا أريد أن يعود إلى وطنه، ويريد كمان أن يكون قبره قريب منهم، حتى يعني هذا كله على كل خلاف الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك أيضا مسألة تتعلق بهذا الخصوص حقيقة، وهي قضية اجتماع الناس وتطويل الجلوس عند أهل الميت، وما يولده هذا من يعني حمل على المصاب لأهل البيت. يعني ما الهدي يعني النبوي؟ يعني احنا نقول مثلا انه الناس يأتون ليعزون، سواء كان من موجودين ما حضروا للعزاء او مثلا مسافر اتى، لكن قضية الجلوس هذه وما يترتب عليها من تكاليف وحمل، فهذا الشكل لعلكم توجهون في هذه النقطة. بارك الله فيكم. نعم. هو على كل طبعا الهدي النبوي فيما يتعلق بما يحصل لأهل الميت، أهل الميت ينشغلون بعد الموت، يعني سواء النساء أو الرجال تجدهم منشغلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فعلى كل إذا الناس اجتمعت وفرضنا أن الجيران وصلوا والأباعد وصلوا، أول يجب أن نتجنب أمرين. الأمر الأول أن تقع كلفة مالية على أهل الميت. الأمر الثاني أن تقع كلفة بدنية، وهو أنه والله أيضا صناعة الطعام هم مكلومين، وبعد كده أيضا يتحولوا إلى إيه؟ إلى صناع الطعام نيابة عن الناس. فهذه على كل إذا تم اجتناب هذين الأمرين، وحاول الناس قدر الإمكان أنه والله من يأتي يحاول أن يأخذ وقتا معينا يأخذ ويعطي فيه عن الميت ثم ينصرف، فتكون إن شاء الله المسألة أهون. يعني خصوصا في الآونة الأخيرة الذي أعلمه مثلا من كثير من مكوناتنا الاجتماعية لا يحاول أن يدخلوا على مال الميت فيما يتعلق هذا الطعام أو هذه الأيام التي فيها تقريبا، حتى يتجنبوا أكل أموال اليتامى ظلما. الإنسان طبعا مجرد ما تنتقل الأموال إلى الورثة، مش كده؟ فحرصا من القبيلة أو من الأهل أن يدخلوا على مال الميت، يقومون هم بحسبة كل ما دخل على ما صرف في هذه المناسبة، ويتوزعه الأحياء فيما بين أقرباء، يعني يحاول أن يقوم بهذا. الأمر الثاني أيضا يقوم الجيران والأقارب كذلك بصناعة الطعام للضيوف الذين وفدوا أو للناس اللي قدموا أو حتى لأهل الميت. والأصل الموضوع يصنع لأهل إيه؟ لأهل الميت. طبعا في السابق كانت الحالة محدودة. نعم. لما نتكلم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم أنت عبارة عن مكونات موزعة وأقارب متوزعين في أكثر من منطقة وأكثر من مدينة. نعم. وبعضهم يشد الرحال إليك حتى يصل. وطبعا كثير من الناس كمان ما يتقبل فكرة أن أنت تعزيه بالتلفون، يريد أنه خاصة إذا القرابة من الدرجة الأولى ما حيقبل منك أنك تتصل عليه وتقول له والله البركة فيكم. فهذه على كل تحتاج أن الناس أيضا تتفهم هذا الوضع فيما يتعلق بالطعام، وأن يكون الجيران والأقرباء اللي هم موجودين حول البيت يقومون بواجب الضيافة ويقومون بواجب الخدمة، وأن لا يكلفوا أهل الميت فوق طاقته. نعم، حقيقة شكر الله لكم فضيلة الدكتور حسن سلمان على ما تفضلتم به وما أفدتم المشاهدون والمشاهدات الكرام في هذا الموضوع الهام، حتى يعني إن شاء الله تعالى تجلى لنا ما ينبغي أن تكون عليه حقيقة أمر الجنائز وما يتعلق بها. وفي هذا نحن جميعا أيها الأخوة نحرص على أن يكون كما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لنا في رسول الله أسوة حسنة في هذه الأمور من الأفراح والأطراح. نحرص قدر الإمكان أن نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نكتفي بهذا القدر ونتوجه إليكم لحسن استماعكم ومشاهدتكم بجزيل الشكر، كما نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم وبذل لنا من هذا العلم. نسأل الله أن نلتقيكم ونحن وإياكم على خير إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.